مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. تصريح صحفي لوزارة الإعلام. إحياء اليوم العالمي للغذاء ومكافحة الفقر. بناء سد في لوجو عنسبة. دمار هائل جراء القصف الإسرائيلي على غزة بعد 10 أيام من الحرب. وزير الخارجية الروسي يصل الصين لحضور مبادرة الحزام والطريق. وزلزال جديد يضرب أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله. لقد قيل ويقال في الآونة الأخيرة الكثير من الأحاديث المتعلقة بالمياه ونوافذ البحر التي فاجأت المراقبين. إن الحكومة الإريترية تؤكد مرارا وتكرارا كعهدها دوما أنها لن تخوض في مثل هذه المسارات والمنابر، وتناشد جميع المهتمين بعدم منحها الاهتمام. وزارة الإعلام أسمرة 16 من أكتوبر 2023. أحيت البلاد اليوم في مبادرها اليوم العالمي للغذاء واليوم العالمي لمكافحة الفقر تحت شعار الماء حياة والماء غذاء والكرامة بالعمل. وفي المناسبة التي حضرها الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وممثلي منظمات الأمم المتحدة في إريتريا والدبلوماسيين المعتمدين، أوضح وزير الزراعة السيد رفاي نبره أن الزراعة والصناعة والحياة المعيشية اليومية تخلق ضغوط كبيرة على الموارد المائية بوسيلة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الحكومة الإريترية وإدراكا لذلك تعمل جادة منذ غادات الاستغلال لحماية التربة وحفظ المياه. زاد عدد السدود والحفائر في 30 سنة الماضية ب8 أضعاف. وقال منسق منظمات الأمم المتحدة في إريتريا السيد إيناس تشوما إن 780 مليون شخص في العالم يعانون من المجاعة، ويتعرض 50 مليون طفل للموت بسبب الفقر المدقع، ويموت شخص كل ثوان قليلة بالمجاعة. وأشاد بمبادرات الأحياء التي تقوم بها إريتريا لإدارة الموارد المائية ومكافحة الفقر. وألقيت في المناسبة كلمات من مختلف الجهات، وقدمت في المناسبة شهادات تقديرية وحوافز مالية للمزارعين النموذجيين، وتم تنظيم عرض للمنتجات الزراعية والغذائية. تم بناء سد في ضاحية درسني في مديرية لوجو عنسبة بتعاون الشعب والحكومة، وأعرب السكان عن أملهم في أن يوفر لهم السد الذي ستبلغ طاقته التخزينية 150 ألف متر مكعب مياه نظيفة وكافية. وقال مدير الضاحية السيد زرقابر تسفاي إن السد أنشئ بمشاركة أكثر من 23 ألف مواطن عبر النفير. وأشادت المهندسة سهلة جرمازيان خبيرة التنمية المروية والسدود التي أشرفت على العمل، أشادت بمساهمة السكان في إنجاز العمل. وأوضح مدير مديرية لوجو عنسبة السيد إبراهام حاجوس إن سد درسنهي يعتبر مواصلة لسدود الدحنس ودك شحاي وغيرها المشيدة في السنوات الأربع الماضية. شيدت غرف لانتظار الحوامل في 24 مؤسسة صحية في إقليم عنسبة للحصول على الرعاية الصحية عن قرب. وأوضح مسؤول صحة الأسرة والمجتمع في مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة السيد تخلة تسفى مريم إنه يتم العمل مع الجهات ذات الصلة لزيادة استخدام غرف انتظار الولادة وضمان وجودها في جميع المؤسسات الصحية. وأشار إلى أنشطة التوعية الصحية الجارية حتى في المناطق النائية لضمان صحة الحوامل ورعاية الأمومة والطفولة. ودعا لتعزيز دور الإدارات وشركاء العمل حتى تتمكن الأمهات من الاستفادة بشكل سليم من غرف انتظار الحوامل. ويوجد 37 مرفقا صحيا في إقليم عنسبة، بما في ذلك مستشفى مرجعي واحد. أفاد مكتب الصحة في مديرية تساني تحقيق نتائج مرضية من جهود مكافحة الملاريا والأمراض المعدية الأخرى.
وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد جبرهيوت تخستي أن حملات النظافة البيئية ورش المبيدات ضد البعوض ودفن البراكة مكنت من السيطرة على الملاريا وأمراض الحميات. وذكر تدريب 50 شخصا في كل ضاحية للقيام بأنشطة توعية صحية عن الأمراض المعدية وتنظيم حملات توعية بتجول الكادر الصحي في القرى. وأوضح بأن الولادة في المؤسسات الصحية بلغت نسبة 88%، ودعا لتعزيز دور المجتمع لبناء غرف انتظار الحوامل في مستشفى تسني لدورها في ضمان رعاية الأمومة والطفولة. من جانبه أوضح مسؤول مركز تسني الصحية السيد برهي حدقه إن المركز يعمل بالتركيز على رعاية الأمومة والطفولة. وقال إن أنشطة النظافة البيئية التي تجري مرتين في الأسبوع على مستوى المديرية تسهم كثيرا في مكافحة الأمراض المعدية، داعيا لمواصلة العمل الشعبي والإداري لمكافحة الملاريا. يوجد في مديرية تسني مستشفى ومركز صحي و3 عيادات. كرمت مدرسة سنبل المتوسطة في أزمرة في 15 من أكتوبر 23 طالبا حققوا نتائج عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة في العام الدراسي 2022-2023. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ عند برهان هيلا مريم في المناسبة جلوس 645 طالبا للامتحانات نجح منهم 488، أي بنسبة بلغت أكثر من 75%. تقدم مدرسة سنبل المتوسطة التعليم ل 1270 طالبا من الصف السادس وحتى الصف الثامن. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قالت المتحدثة باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة جولييت توما إن حوالي 1,000,000 فلسطيني نزحوا في غزة خلال أسبوع واحد. وقد أضحت الحرب التي بدأت في 7 من الشهر الحالي الأكثر دموية من بين الحروب التي نشبت بين طرفي الصراع، إذ نتج عنها إلى حد الآن أكثر من 4,000 قتيل. في غزة قتل 2,750 شخصا، فيما جرح حوالي 9,700 آخرين بحسب وزارة الصحة. أما في الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1,400 شخص، واحتجز أكثر من 150 آخرين رهائن على يد الفصائل الفلسطينية ونقلوا إلى غزة. وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن الجيش عزز قواته على الحدود الشمالية وسيرد بحزم وقوة على كل عملية ضده بحسب تعبيره. كذلك نفى الناطق العسكري الإسرائيلي ما تردد عن التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار جنوبي غزة، ويسمح بفتح معبر رفح مؤقتا لتمكين الأجانب من المغادرة وإدخال مساعدات للقطاع. أعلنت الخارجية الروسية وصول وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى بكين قبيل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين للعاصمة الصينية لحضور منتدى متعلق بمبادرة الحزام والطريق. وتستضيف بكين يومي الثلاثاء والأربعاء ممثلين عن 130 دولة للاحتفال بمرور عقد على إطلاق مبادرة الحزام والطريق التي تعد من المشاريع الجيوسياسية الرئيسية للرئيس الصيني شي جين بينغ. وهذا العام ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث شكل استيراد الصين للنفط الروسي شريان حياة لموسكو في ظل العقوبات الدولية. ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر غربي أفغانستان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 35 على الأقل وفق رويترز. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطين الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. وأشار المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إلى أن هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة ضربت المنطقة بعد 20 دقيقة شمالي الولاية على بعد 27 كيلومترا من مركز المدينة. وضربت زلازل عدة منطقة غرب أفغانستان في الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل قرابة 1000 شخص وإصابة نحو 2000، فضلا عن تدمير قرى بأكملها في البلد الذي مزقته الحرب منذ أكثر من 25 عاما.
انتخب رجل الأعمال دانييل نوبوا رئيسا للإكوادور ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخ البلاد عن عمر يناهز 35 عاما، وبعد حصوله على 52.1% من الأصوات وعد نوبوا بالعمل فورا لإحلال السلام في بلد يعاني من أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات. وحصلت منافسته لويزيا غونزاليس المقربة من الرئيس السابق رافائيل كوريا على 47.9% من الأصوات، وأقرت بهزيمتها قبل انتهاء الفرز وهنأت الفائز بصدق. وأعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نوبوا في عملية الاقتراع، وجرت الانتخابات من دون حوادث كبيرة، وبلغت نسبة المشاركة 82.33%. أختم نشرة الأخبار بتذكير بالعناوين. تصريح صحفي لوزارة الإعلام. إحياء اليوم العالمي للغذاء ومكافحة الفقر. بناء سد في لوجو عنسبة. دمار هائل جراء القصف الإسرائيلي على غزة بعد 10 أيام من الحرب. وزير الخارجية الروسي يصل الصين لحضور مبادرة الحزام والطريق. وزلزال جديد يضرب أفغانستان. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.